هي ايه خطوره الارجنتين؟ الجوان جت ازاي؟ تحرك ذكي جدا من ميسي في الجون الاول، وراح واستلم طبعا ميسي بقى خلاص في ال 18 مش هيهزر، وكورنر وكره ثابته. بس تاني الجوان جت ازاي؟ الخطوره اتخلقت من ايه؟ يا ميسي يا كور ثابته. اذا انت ما توصلش الكره لميسي، لان انت لو وصلت الكره لميسي انا ما اعرفش بصراحه طريقه توقف بيها ميسي، ولا حد في العالم يعرف، والا كان الناس كلها وقفته. فميسي ما بيقفش، فما توصلوش الكوره. ازاي ان انت تعرف تعمل حواليه عدد معين من اللعيبه، تقطع زوايا التمرير عليه بزوايا ضغط معينه، تحاول تضايقه وتدخل فيه معاه التحامات، لان هو بيكره الحاجات دي. ده الشغل اللي اول حاجه عشان تمنع ميسي. تاني حاجه، ودي نقطه ضعف عندنا وبرده ظهرت امبارح وظهرت في ماتش ايران وظهرت في ماتش نيوزيلندا، الكورنرات والكور الثابته. احنا عندنا مشكله في التمركز فيه، وعندنا مشكله في الرقابه الفرديه، ساعات بنسرح. فدي حاجه لازم دي مشكله تاسيس اعتقد، يعني ما يعني بس قد السيستم يقلل من الضرر. انا بحس لو ان عندك الروح والحماس مع السيستم مع السيستم يقلل الفوارق. من الضرر، وده اللي احنا عايزين نعمله. لان اللي جاب الجونين يا جماعه مارتينيز قلب الدفاع وروميرو قلب الدفاع مع ميسي، كور ثابته. لازم الرقابه تبقى مظبوطه، وازاي امنع اللعيب من الارتقاء، وازاي التحم معاه ضايقه ما يوصلش الكره مرتاح، علشان ان شاء الله اقدر احقق احسن نتيجه ممكنه بافضل شكل. حتى لو خسرت بشكل وحش، ده بطل العالم، ده دول اللي واخدين كاس العالم، اخر كاس عالم. فيعني انت حتى لو خسرت وشكلك كويس زي كاب فيردي امبارح، العالم كله بيسقف لكاب فيردي برغم الخساره. انت شايف المنتخب ممكن يلعب ازاي؟ مع اصابه فتوح وكريم حافظ انا ما اعرفش وضعه ايه، اعتقد هنرجع للخمسه زي ما ختمنا ماتش استراليا امبارح. ده الشكل الاقرب. حسام عبد المجيد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هاني وتريزيجيه باك ليفت. تريزيجيه باك ليفت بيديك حلول هجوميه رهيبه. مهند ومروان في نص الملعب، وقدامهم امام ومرموش وصلاح قدام. ده الشكل اللي انا اعتقد ده الاقرب وده الاكثر واقعيه، لان انت محتاج. هل ما يلعبش 4-4-2 وياخد حمدي فتحي يحطه باك ليفت ويلعب؟ لان مهند راجع، فعندك مهند هيلعب مع مروان عطيه قدام في نص الملعب، وهيلعب برامي وياسر لانها ثنائيه مضمونه. بس الفرق ان يلعب 4-4-2 ويدي حمدي فتحي واجبات دفاعيه بحته. تريزيجيه لعبها مع كابتن حسام قبل كده كتير في الخمسه، ان هو يلعب انا عارف وينج باك شمال. فده شكل من الاشكال اللي هو اوريدي كابتن حسام مطمن ليه. فهو اعتقد ان هو مش هيغامر لو لعب بالخمسه، مش هيلعب كتير في الحته دي. بلس هل حمدي فتحي عنده مقومات التغطيه العكسيه، وان هو يطلع يرجع طول خط الملعب كله يفضل طالع راجع من غير ما يتعب، وهو اوريدي لاعب ماتش كبير واصلا راجع من اصابه؟ اعتقد هيبقى في حمل بدني كبير، خصوصا ان الجنب ده اللي بيميل عليه